في شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال، بيقول وحيث جوزنا اكل ميتة الادمي، يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار، لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمه. يعني بعد ما هياكلوا بس ما يسلقوش ولا يشويه، ويتخرج في ذلك بان اكله نيئا وغيره. وله قتل مرتد، خلي بالك، وله قتل مرتد واكله، وقتل تارك. ايوه، يعني يقتل بني ادم وياكله عشان جعان. لا لا لا، مش كده وبس، ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا سيدي، الازهر الشريف، قطاع المعاهد الازهريه، الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للصف الثالث الثانوي، والكلام ده صفحه 256 السنه دي. يا شيخ الازهر، السنه دي، يا مفتي الجمهوريه، يا وزير الاوقاف، صح النوم، الكتاب اللي بيدرس لطلبه ثانويه عامه فيه كلام انه تارك الصلاه يتم شيه واكله. ايوه، قتله ثم شيه ثم اكله دون الرجوع للحاكم. دون الرجوع للحاكم. يعني ده يعني ارضيه خصبه لانشاء جماعات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل الكلام ده. بص يا سيدي، وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاه ومن عليه قصاص وان لم يأذن الامام في القتل. خلي بالك، يعني دول بيسمحوا للناس انها تقتل الناس. يا نهار اسود منيل يا شيخ الازهر، ده دي المناهج. حد من مشايخ الازهر قول لي وسطيه، الوسطيه يا جماعه من الازهر.